بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايب متابعيني على قناتي على اليوتيوب، أهلا بيكم. القصيدة الجاية دي أو الفيديو الجاي ده أو الموضوع الجاي ده موضوع بعنوان يا مصري ارجع لأصلك. ودي يعني نتمنى إن كل واحد يرجع لأصله، يرجع حتى ولو 30 40 50 سنة لورا كده، ونرجع لأيام بلاص المش والفرن والزير والربعة والجلة والحاجات الجميلة دي، والنورج والمحرات والحاجات اللي كنا بنشوفها الجميلة دي، وكانت الحياة بسيطة وحياة سهلة، وكله قانع وكله راضي وتمام التمام، وبنعبد ربنا وبنصوم ونصلي وبنحج وكل حاجة، مفيش مشاكل. لكن الجيل اللي طلع على الترفيه ده طبعا غير قانع خالص وغير راضي خالص. ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها، نتمنى ان ربنا يرفع عنا، اللهم ارفع عنا الغمة والغلاء والبلاء وكل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة دي اللي بتطحن فينا وتطحن في البلاد، حتى كنت بقول لواحد يعني ابن فرن فوق السطوح واخبز، فقال لي يعني بيرد برضه يائس، عنده يأس من اللي بيحصل. بيقول لي مين هيخليك تبني فرن يا عم الحاج؟ قال لي ده انت عشان تبني فرن فوق السطوح تخبز لك بالتوتير للعيال، تستأذن من المجلس المحلي ومجلس الأمة والمجلس القارة ومجلس المدينة ومجلس الحكماء ومجلس الظرفاء وحلف وارث وحلف الأطلنطي وحلف، وتستأذن من البيئة وتروح تستأذن الأسعاف وتستأذن المطافي، وإلا كل ده يعمل لك محاضر، كل ده يعمل لك محاضر ويخرب بيتك ويوديك القرف علينا وعليك بخير. ده الراجل غير متفائل تمام بيقول لي الكلام ده. قال لي يعملوا لك كل 7 8 تاخد 10 محاضر، 10 محاضر تاخد، ويجي يهدوا لك الفرن وتبقى قضية رايعة انك بنيت فرن او بنيت كانون. البيئة تعمل لك محضر دخان، والمطافي اللي ما استأذنتش عشان نجيب المطافي، والاسعاف ليه ربما تحصل. يعني كلام كلام كلام. يا ريت نرجع هي الظروف هتخلينا كده نرجع. تعال نشوف بس الحكاية. مصر ارجع لأصلك. بقول يا مصري ارجع لأصلك. يا مصري ارجع لأصلك، ابن فرن وابن كانون. ارجع لعيش الذرة وغمس لقمة الكمون، وانسى اللحوم والسمك وإلا تكون مجنون. ودرب نفسك على الذل وحياة الهون. النفس لو تلتوي هتبقى شكلها عرجون. النفس لو تلتوي هتبقى شكلها عرجون. وبطل اللي غلي، بطل اللي غلي، وهات الرخيص لو دون. الشاي لو سعره ارتفع اشرب مكانه ينسون. الشاي لو سعره ارتفع اشرب مكانه ينسون. واللحمة مكانها الفول ده نسخة بالكربون. واللحمة مكانها الفول ده نسخة بالكربون. لو أكلت صنف اللحوم هيقولوا عليك ممحون. لو أكلت صنف اللحوم هيقولوا عليك ممحون. وفهم عيالك ومراتك اللحمة حرام يا مدام. وفهم عيالك وقول لمراتك اللحمة حرام يا مدام. أما الحلال فيها لو مرة في كل عام. وسألت مرة الشيخ عن لو كلت مرة حمام. سألت مرة الشيخ لو عن كلت مرة حمام. قال كل ملح وصل رحمك. قال كل ملح وصل رحمك بدل ما تقطع الأرحام. قال السمك وصنف اللحوم مثل الحج يا عمي مرة في كل عام. قال السمك وصنف اللحوم مثل الحج يا عمي تمام. شرعا يجوز أكلهم مرة في كل عام. شرعا يجوز أكلهم مرة في كل عام. ولو حتى ما أكلتهم ما عليكش أي ملام. ولو حتى ما أكلتهم ما عليكش أي ملام. اللحوم تجيب المرض وتسد كل مسام. ويا ريت لو جبتها ما تعملش أبو عرام. ويا ريت لو جبتها ما تعملش أبو عرام. وابن فرن فوق السطوح وضريها عن المجلس. وابن فرن فوق السطوح وضريها عن المجلس. وإلا لو شم خبر على الخازوق تجلس. وإلا لو شم خبر على الخازوق تجلس. ويعملوا لك محاضر منها اللي تدفع غرامة، ومحاضر كتير تحبس. محضر بإنك بنيت فرن بدون ترخيص. ويسحبوك من قفاك ويقولوا لك تعالى يا رخيص. ويسحبوك من قفاك ويقولوا لك تعالى يا رخيص. ومحضر بإنك هتلوث البيئة اسكت بلاش تنغيص. ومحضر على إنك هتلوث البيئة اسكت بلاش تنغيص. ومحضر لأنك ضربت مرة جيس. ومحضر لأنك جربت مرة جيس. اصبر أكيد تنفك. اصبر أكيد تنفك يا مواطن، أكيد هتهيص.
اصبر أكيد تنفك يا مواطن، وأكيد هتهيص. وافرح وهيص والعب مع العيال خلاويص. وافرح وهيص والعب مع العيال خلاويص. ابعد عن أكل اللحوم وكل جبنة في البلاليص. وابعد عن أكل اللحوم وكل جبنة في البلاليص. ولكم تحيات الشاعر علي عبد الرازق الدالي، ولكم كل محبتي وتقديري واحترامي. زوروني أو اشتركوا، اللي مش مشترك يا ريت يشترك، يا ريت حتى جماعة أسيوط يعني، ده مش عارف حتى الأسايطة يعني، ده لو قرية بس تشترك معاي بتشجعني. قرية احنا عندنا 100 كام ألف قرية وكم. الجماعة بس بتوع أسيوط، حبايبي بتوع أسيوط، يا ريت يشتركوا معاي. ولكم تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.